وانا بتفرج على الماتش الزمالك والمصري اللي خلص امبارح 0-0. زي اي زملكاوي يعني طبيعي ان الفرقه تكسب. جت لقطه في الماتش اتاكدت ان احنا مش يعني لو خدنا المركز الثالث يبقى كتر خير الدنيا. الكاميرا جابت الدكه بتاعت المصري والدكه بتاعت الزمالك. اتفرج على دكه المصري، فخر الدين بن يوسف اللي هو الروج، وعندهم عيلين افارقه ما اعرفش جايبينهم منين، الواد النيجيري اللي نزل في الاخر ده، وكريم العراقي، وكام لعيب كده. بالنسبه لفرقه المصري يعني اللعيبه كويسه بالنسبه لفرقتهم. تعال بقى بص على دكه الزمالك. ناصر ماهر مكشر وقالب وشه كالعاده من ساعه ما جه الزمالك، وهو انا حاسس ان هو قاعد في ميتم. سيف الدين الجزيري ده برنس، ده معلم. انا هلعب، انا قاعد دكه، استبعدوني، ايا كان انا كده هقبض وكده هقبض، مش فارقه معايا، ما ملوش دعوه بالفرقه. وبقيه الدكه قطاع الناشئين، مفيش لعيبه. انت الدكه بتاعتك بواقي تصدير، مفيش لعيبه. دي هتنافس بيها ازاي؟ انا ما اعرفش. وعندك باسيرو، ليه العناد؟ انا عايز افهم انت ليه بتعاند؟ انت محتاج 3 بونت يا عم، العب على المكسب. خسرت خلاص، العب على المكسب. ليه الدفاع؟ ليه 3 مدافعين؟ انا مش فاهم. وبعدين بتسحب ناصر منسي وبتنزل الجزيري، ما تنزلهم جنب بعض، ما تنزل الاتنين جنب بعض. ايه فكرة تبديلة مهاجم بمهاجم؟ انا مش فاهم. ما تفكر يا عم، ما تفكر ايه؟ فكر.